أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. كل تفاصيل حياتنا، صورنا، رسائلنا، أسرارنا، كلها تقريبا متخزنة في الجهاز الصغير اللي في إيدينا دايما، وطبعا ده بيخليه هدف مغري جدا. في الشرح ده هنعرف مع بعض 5 خطوات عملية جدا وواضحة عشان نحصن موبايلاتنا ضد أي محاولة اختراق. خلونا نتخيل مع بعض سيناريو بصراحة مرعب. الواحد يصحى من النوم في يوم عادي جدا ويكتشف إن موبايله حياته كلها بقت نسخة طبق الأصل على شاشة جهاز تاني مع شخص غريب. الصور، المحادثات الخاصة، كل حاجة. مجرد التفكير في الموقف ده كفيل يولينا حجم الخطر اللي بنتكلم فيه. طيب هو ليه الموضوع ده مرعب قوي كده؟ الإجابة بسيطة، لأن الموبايل دلوقتي ما بقاش مجرد تليفون، لا ده بقى عامل زي المفتاح الذهبي لحياتنا الرقمية كلها. هو البوابة اللي بندخل منها لكل حاجة أونلاين، ولو المفتاح ده ضاع أو اتسرق يبقى كل حاجة تقريبا ضاعت معاه. والمفتاح ده بيفتح إيه بالظبط؟ هو بيفتح كل أبواب حياتنا، من أول ألبوم الصور والفيديوهات اللي فيه كل ذكرياتنا لحد المحادثات الخاصة جدا. والأخطر بقى إنه بيفتح الخزنة، يعني حساباتنا البنكية، تطبيقات الفلوس، إيميلات الشغل والإيميلات الشخصية، يعني ببساطة بيفتح هويتنا الرقمية الكاملة. تمام، يبقى السؤال المهم دلوقتي إزاي الهاكرز ممكن يسرقوا المفتاح الذهبي ده أصلا؟ خلونا بقى نكشف أشهر الطرق والحيل اللي بيستخدموها عشان يوصلوا لبياناتنا. دي أشهر 4 أسلحة في إيديهم. أول حاجة الروابط الخبيثة اللي بتجيلنا في رسالة شكلها بريء وتلعب على فضول أي حد فينا. تاني حاجة التطبيقات المزيفة اللي بيبقى شكلها حقيقي بالظبط بس هي في الحقيقة بتسرق بياناتنا من ورا ظهرنا. تالت حاجة شبكات الواي فاي العامة اللي في الكافيهات والمطارات، دي ممكن جدا تتحول لفخ للتجسس. أما أخطرهم بقى فهو هجوم تبديل الشريحة أو السيم سواب. ده الهاكر بيقنع شركة الاتصالات إنه صاحب الرقم وياخد شريحة جديدة بنفس نمرتنا، وساعتها بيستقبل هو كل أكواد التحقق اللي بتجيلنا. طيب بعد ما فهمنا خطورة الموقف وأشهر أساليب الهجوم، يجي بقى الجزء الأهم، إزاي نحمي نفسنا؟ والخبر الكويس إن الموضوع مش مستحيل. تأمين حياتنا الرقمية محتاج مننا بس شوية وعي و5 خطوات عملية بسيطة. دي خطة العمل اللي هنمشي عليها. الخطة دي عبارة عن 5 دروع أساسية. أول درع، قفل شاشة قوي، يعني بصمة وش، بصمة صباع، بلاش الأرقام السهلة، ده خط الدفاع الأول. تاني درع، التحديثات. لازم دايما نحدث نظام التشغيل، لأن كل تحديث بيصلح ثغرات أمنية الهاكرز بيستغلوها. تالت حاجة، نراجع صلاحيات التطبيقات، مش كل تطبيق نديله صلاحية يوصل للصور والميكروفون. رابع وأهم درع، تفعيل المصادقة الثنائية أو ال 2FA، دي بتضيف طبقة حماية تانية بتخلي الاختراق شبه مستحيل. وأخيراً نكون دايماً مراقبين، لو لقينا تطبيق غريب نزل لوحده أو أي نشاط مش طبيعي على الموبايل لازم ناخد بالنا فوراً. وفي النهاية كل الخطوات دي مهمة جدا طبعا، بس الدرع الحقيقي والأقوى هو الوعي، إننا نكون دايما صحيين ومدركين للمخاطر. اليقظة دي هي خط الدفاع الأول والأخير اللي بيحمينا بجد. بالشرح اللي جاي هننقل الموضوع من المستوى الشخصي لمستوى أكبر بكتير، مستوى الشركات، وهنكشف إزاي مجرد إيميل واحد شكله عادي جدا ممكن يكون السبب في انهيار شركة كاملة. وقبل ما نختم خلونا نفكر في السؤال ده، إيه أكتر حاجة ممكن تقلق أي حد فينا لو موبايله تعرض للاختراق؟ الإجابة على السؤال ده بتفكرنا كلنا بحجم المخاطر اللي بنتعرض لها في عالمنا الرقمي. لو الحلقة فادتك ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نقطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.